وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. بريقو أم درس خويا إيرو بكن نزانم مصطفى تقوهن سؤال سر درسي كيفن هانا يازن درسات شودة هيا كلام كلتا قوه داردكن. بله سيدا مگو من فيديو بارجي هناك جهدار كر جبوع عدة يعني عم بيجن قول خدا تعالى دبيجي بشتي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أو جبو خاطري عدة بيركا قد أمبيجن دخول بيرتشي نبوة يعني جيب مصطلحات مخب كرمانجي أمبيجن ضاوت شي نبوة يعني جبرقو مسألة دخولي نهما تاني شرطة عملية جنسية يعني أو علاقتها جنوميراتي مجرد أمبيجن داريل وابيك قرتند وده كده اعتبار دبيل جمهن فقهاء عمليات دخولي بيركا لم يدخل بها يعني ام فرض كن وقو قالك جارات شيد بيك كشتي خوستن مهراويجي تي برين مالا بابي ويدا وهي نهات يقو هستن يعني هي ضاوت شين نبوة فبيكون مشكلك تشد بي حدثك تشد بي مسألك تي ميداني فبردان تشد بي فوقت يقو بردان تشد بي دفردا عدل سر بيركي نينا جالي كيفا باعتبار هي الدخول تشي نبوة ومسألة الدوا مسألة مهريجي تي بيجن تاني في بله سيدا تمام إن شاء الله خدش ترازي بي بس تدي درسات شودا متخص أجوارا مسألة قريدم إنه علاقتي عدي بجماع نينا يعني أم بيجن بعلاقتها زوجي نينا جبرقو يعني ختيقو فقهاء ما بحث الدخول دكن فإن لم يعني المرأة المدخول بها لا يقصد بها وقد جي سري صدي الصد التي جامعها زوجها يعني أو بيلكا جو أم بيجن بيناوي وزلامي ويدا تيكيليا جنو مراتي تشيبوا مجرد أم بيجن دليل وهاتية قرتن محل اختلائي أو خلوة شرعي حتى جو علاقة جنسي تشينبو بي دبي امرأة مدخول بها. تمام إن شاء الله خدش ترازي بي. سؤالك كدي سر درسا كيفن بريقم درباسي يانو ببن طيب سر درسا مي شو أسخوازم ونجمرة تعريفة نكاح بيجن البيرا كيجوية وهل يقصد وماذا يقصد بالنكاح تعريف النكاح وماذا يقصد بالنكاح بيجم سيدا كرمك بعم كرموجي بيجم هناك مدارس يعني فهموا درسيات بيجم كلام يعني تيت أفهردو سؤالي مي محوري بون درسات شو ده موضوع التعريف النكاحي ولسر أساس التعريف ماذا يقصد به أو نام متاني ميداني مثلا دي ترتيب تكرن السر فكا قالوا البيراوي يانا بله سيدا دبي النكاح عم بيجن قوت تقول بزمان عربي دبيجن ضم وجمع تقول كوم كرن عم بيجن بله و عم بيجن شرعا جي سر استمتاعي ما بين جني وبعيدة عم بيجن أنا قوري مذهب الشافعي نكاح بمعنى تقول عقد كتشابو أو نكاح قوري مذهب الشافعي نكاح بمعنى عقد يعني عم بيجن نكاح جماع مذهب الشافعي حنبلي مالكي بله رأيات الدوا رائد الديان جي حنفي مذهب حنفي جي
النكاح بمعنى أم بيجن جماع، يعني جماع ما بين زوج جنا علاقة ومرأة علاقة جنسي. ما بين جن وميرد أو جنسي. بله سيدا. طبعا أو ناجي معاني زمان يعني أف خلافة هنا أري خلافة كالتعريف ده، لكن ترتيب دبيل سر هناك مسائل فقهي جبروية كيجي أم نها هيجي أم دسبيكا كتاب النكاح دنا جو ام بحثوان مثلا جريداي مسائل زواجي فتكرن نكاح شاوا تكرن شرطي عقد نكاحيتنا شرطي رخيط زلام تشيا شرطي رخي جنيتشيا شرطي ظروف عقديتنا افحمو ايني الزمان، لكن نها بيكون دسبيك دجمرة نكاح تعريف كر ونهاجي جمرة وبدرباسي موضوعي انه الدين الاسلامي ترغيب دكيد موضوع الزواج ده تشما الدين الاسلامي في مسألة هنا جمرة يعني قبول دكي فاف نقطة يعني ايه مصنف وبحث بكي كي جمرة بخوينش كتابي كرمكن كيجان روب هلبو سيدا الترغيب بالزواج ام قهانا وين نقطة تمام سيدا. الترغيب بالزواج. لقد رغب الإسلام في الزواج وحض عليه لما فيه من المصالح والفوائد التي تعود على الفرد والمجتمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم في كتاب الرضاع. باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة 1467 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: متاع شيء ينتفع به ويتمتع به إلى أمد قليل. إلى رواه أمد الترمذي كتاب قليل. النكاح. تمام. بله إلى أمد قليل. دفردا السيدة بحثة يعني تشاوى الدين الإسلامي حتى مكريا حتى جواكا مسلمان كريا جو زواج تشتكي باشا زواج تشتكي مباحة جبرجو جلك فايدة هم لسر آستي جواكي هند مسائل زواج ده وهم لسر آستي شخصيجي يعني هن فوائد خوهنا دور دجي ايه مصنف حديثك بيخنبر عليه الصلاة والسلام تيني زمان حديثة بيخنبر عليه الصلاة والسلام قد بيجي الدنيا متاع هر تشتي دي دنياي ده وكي خوشية كينا انسان كيف خوشية خدمك بيدكي فيشترى زوال دبي يعني داوي تيكرن تشتكي مؤقتة باعتبار اف دنيا قو خدي تعالى خلقان دیا به مزناتیا خوا به فرابونا به قادونیای واقعا تشتین گوته دنا همه مؤقته همه دمیه دمکی کرته چه قادرش به یعنی داوی کجر هیا فهر تشتی به دنیای ده دنیا و هر تشتی گوته دنا خوشیه کمرو تیده دبینی خوشیه هری مزن ده دنیای ده گو خود تعالى قسمتك باش بدي تد آلية زواجه ده دفرد بيخنبر عليه الصلاة والسلام يعني بحث الزلام دكي يعني دبي وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة يعني بيجن خوشية هري مظن الدنيا ده جنا باش جنا صالح جوي زلاميرا لكن أبناء تيتوك أغلب آيات القرآن بيروز وك أغلب حديث بيخنبر عليه الصلاة والسلام وقت قناوي زلام تيغوتن يعني صفات زلام تيغوتن نما قصد بي أو زلام تاني أبناء زماني عربي دجيرة تيغوتن للتغليب فزماني يعني صفات ذكورة تيغوتن صفات رجولة تيغوتن لكن مقصودة قرآن بيروز ومقصودة حديثة بيخنبر عليه الصلاة والسلام جو جنو ميرن چاوا جو دنيا بهر تشتي جو تيدا خوشيكن وخوشية هري مظن جي زلام را جنك يصالح ولو جي خوشية هري مظن جي جنك را زلامك يصالح فوقت قمرو في الحديثة بيخنبر عليه الصلاة والسلام قهدار بكي الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة نمقصد ونا ولا جن تشتكن يعني هماولو أوجي وكهر تشتكي قد مالي دنا جزلامرة مفهومك قالك شاشة مفهومك قالك غلطة نتيجة عدم
فهم إنسان زماني عربي را أفنا تفهم كرن زماني عربي ده بمعنى التغليب يعني غالب يعني جبو خاطري جو دجفات ده يعني بحثا بيركا كيم دهاتا كرن خلق حرمتا بيركي دقرت فناوي زلام دهاتا قوتن فخوشية هري مظن الدنيا ده جزلام را جو خود تعالى جنكي صالح بك قسمتي وينا شاوا جو بيخنبر عليه الصلاة والسلام ده حديثك خوي دي ده إشارة دك دبي أو جنا صالح أواجو إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله أف بيركا باش أو جناغو وقت جو زلامي ويلي ميزبك دلي ويناك خوش ببي ودويم مسألة حياة زوجيدة دبن أمر هفدودة بن ووقت جو زلامي وينا جي دور بكذي حفظ خوابك يعني حفظ وينا بك هم دمالي ويدا هم دشرفا ويدا عين مسألة جيت كاري بقول بيني وخوشية هري مظن جبيركي را جنيرا جو خود تعالى زلامك قنجي صالح بك قسمتي وينا جو او جناها نال زلامي خو ميزه بك كيف خوشيك بك دلي ويدا او زلام جي وقت جو دوري وبك مراعاة عشرتا وينا بك افناجي حتى دي تفسير آيات قرآن بيروز ده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لتفسير ذي آيات ده إنه حسنة الآخرة يعني خير آخرة ناس كير يجو بحشته جنته أما حسنة دنياي خير دنياي ناتشيا علماء تفسير كريا تشاواغو يعني عالمك قالك مظن بنابي خوا سعيد بن المسيب يكجوان علماء تابعين أبو ويكجوان فقهاء مدينة منور حفتبو يعني زمنك ده هناك ملاهب دهات ناسكرين دقو مدينة منورة جوار دهات قوتن دقو الفقهاء السبعة يكجوانا سعيد بن المسيب كجاويجي يكجوان كجن صالح بو بابي وينا سعيد بن المسيب جي سؤال كريا قلت يا متى قرآن بيروس حما فهم كريا يعني قلت يا بلي بابا مو قرآن بيروس حما فهم كريا لكن أذ آيات قرآن بيروز از حتانها يعني از معنى وخوشكتي نجهشتما قلت يا أو آية شيا قلت يا قولي خذ تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أي خدا خيرك مظن بدا مدروجة قيامته ده جنته وخيرك مظن بدا ما الدنيا ده وما بباريزش آجري جهنمي فكجا سعيد بن المسيب دي بيجي خير آخرته مناس كريه جو جنته لكن خير روجا يعني خير الدنيا تشيا فسعيد بن المسيب وقف تفسير علماء يا قوتيا الزوج الصالح للفتاة الصالحة ميري باش جنا باشرة فأف معنى حديثة بيخنبر عليه الصلاة والسلام بلي بردوامك. وروى الترمذي كتاب النكاح باب ما جاء من فضل التزويج وحث عليه رقم 1800 عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح. إمام الترمذي روى الترمذي يكجوان علماء حديثة يقو حديث بيخنبر عليه الصلاة والسلام كوم كرنات جبات دبركي نافي بخاري مسلم بهتر يعني تبكار آنين يعني لكن إمام الترمذي جي يكجوان أئمة هري مظنة جو برتوكي وينا ده حديث بيخنبر ده عليه الصلاة والسلام ده هنا في حديث هنا رواية دكي عن أبي أيوب مقصد في أبو أيوب الأنصاري أبو أيوب الأنصاري يعني خلق مدينة منورة ما دام أبو أيوب الأنصاري فيكسر مرفم دكي أنصار أو خلق مدينة منورة نج مهاجرين نجوان كسم بنابر مهاجري مكة مكرم فش خلق مدينة منورة دعيني وقت دش خالاني بيخنبرج عليه الصلاة والسلام يعني برقو وندزانن ديا بيخنبر آمينة جي خلق مدينة منورة جي عشيرة أبو أيوب وأبو أيوب جي يكجوان كسنجو لإسطنبول الشهيد كتيا حتى مزقفتا ويناجي الناسكريا الإسطنبولي فروايات دكيج حديثة بيخنبر عليه الصلاة والسلام
جو بيخنبري مع عليه الصلاة والسلام قوتيا 4 من سنن المرسلين چار تشت ريبازن بيخنبرانا جريكن بيخنبرانا. سنة بمعنى الطريقة التي يلتزم بها الإنسان، يعني چار تشتن جو هرتم رسول أنبياء خد تعالى هرتم حث ذكرن سر هرتم التزام ذكرن أو ناتشيا قوتيا الحياء شرمبون مروف شرماوي هبي نمروفكي جو بحياة بي مروفكي بشرم بي جبرقو حديثك دي بيخنبر عليه الصلاة والسلام هيا انه مسألة شرمبونا تاقو هبي منع تدكيش قلق كماسية جبروية كي بيخنبر عليه الصلاة والسلام بيجي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اگر شرمبول جمتا پیدا نبي اگر شرما تج نش خوديها بي نج عبداها بي فتشد خوازي بكي بكش برقم تشتكي شرمناكي. فشرمبون يك جوان سنن الانبياء الحياء والتعطر. تعطر جي او بهنا خوشا جو بارفانا جو بهنا جو لامنتويا هر يك جما بنافكي لديكي جو مقصد في اوا جو مروف بهنا خوش بكي نخاسم دولاتك وك ولاتن سعوديا دا مكة مكرم المدينة منور دويجر ما هذا مروف خوهدان دقري زمانك دا جو مسألة آفيجي جلكي كيمبو مسألة سرششتني جلكي جارب زحمتي دهات فبيخمر عليه الصلاة والسلام جبو خاطري جو بهنا خوش جمروف مسلمان وري هرتم حثا مسلمان ذكر جو بهني بخدا بكن حتى بيخنبرج عليه الصلاة والسلام معروف بجو يعني شوشاوية بهني هبو بيخنبر عليه الصلاة والسلام بخدا ذكر جبرجو مقصد أو جو كسن جو بتردرونن كسن جو مقابلي تنا كسن جو الجباتا ترونشتينا بهنك يخشتا بكن وجبروية كيجي بيخنبر عليه الصلاة والسلام بحديثة خدت دريوا يعني دبيجي أو كسنجو بيفازي دخوي يعني سيري دخوي فليعتزل مصلانا برنوي جفاتي برنوي لميجا جماعتي جبو خاطري قبراتي مسلمان جوي بهني خوش يعني بهني عاجز نبي. فشارتش سنة بخنبرانا الحياء شرمكرن والتعطر بهنا خوش والسواك سواك نورمال او دارك جو بجداري دارا اراكتي بكارانين جو وسيلك بو زمن بيخنبر عليه الصلاة والسلام بو باقش كرنا درانا ايرو الحمد لله يعني وسائل انو بيدا بونا فرشو معجون هنا مروف بكارتيند كبه دوسا سواك ده بس مقصد جي اوا انو بيخنبر عليه الصلاة والسلام دخوازي جو مروف مسلمان بهنا دبي وينا بهنا كي خوش بي. والنكاح يعني مقصد بالزواج زواج يك جوان تشتن جو سنة أنبياء أبو آيات القرآن بيروز بيجي ولقد أرسلنا رسلا من قبلك يا محمد ما بري تابي خنبر شياندنا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام بريت ما بيخنبروا أنبياء الرسل جواء بريت شياندنا إنسانارا أو أنبياء قمشياندنا أو بيخنبرين قمشياندنا مجوارا جنو وذريات نسلا واجهابو. فأبنات إشارة كرن إنه زواج يكجوان سنة أنبياء أبو بلي أمكتنا فصلك يعني ينجي مقطعك نودا أول بحث كرج مرة جو دين إسلامي حتى جواكا مسلمان بكي جو زواج بكي نهاكتا مرحلة جديدة الحكمة من مشروعية النكاح يعني آرمان جيتشيا جو خدي تعالى ينجي دين إسلامي إذن دايا جواكي جو زواج بكن بلي كرمك. إن لتشريع الزواج حكمة جمة وفوائد كثيرة نذكر بعضا منها. 1. الاستجابة لنداء الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فلقد خلق الله هذا الإنسان وغرز في كيانه الغريزة الجنسية وركز في ذلك التطلع إلى المرأة والرغبة فيها، كما جعل مثل ذلك في كيان المرأة وفطرتها. الحكمة من مشروعية النكاح آرمان جو هدف جو خدي تعالى إذن دايا جو خلق زواج بكي دبيجي هن أسباب هنا يعني هن آرمانج هنا يك جوانا دبي جو خدي تعالى استجابة دكيلوي فطرتا قد إنسان دا چاندية فخدي تعالى دهر يكيدا
يعني هر إنسانك يسوي يكي جو نسوي به أو محتاج هر جم تختورك يخوف حسبك، لكن إنسانك يجو سوي به، إنسانك يجو نورمال به، جو زلام به خود تعالى دويدة چاندية ميلا لسرجني وأجر جن به خود تعالى يعني ميلا لسر زلام جبر جو وكي أجر به براوة ما إشارت كر دي درسة بري نهادا خود تعالى قادر جو 8 مليار إنسان دبي كوني دنا كون فيكون بظرف جزءك ثانية كي نسانية جزءك ثانية كي أب 8 مليار هنا والدنيا يكون بن، لكن حكمته خود تعالى جو أب إنسان الدنيا يكون بن دريا علاقتك دنا بين جنو ميردا، ما دام دريا علاقتك دنا بين جنو ميردا خود تعالى د بنگه و هر دوكا دا چجن چمير چيكر يگو هر يك جوانا ميل الايدي بك يعني رغبت هبه گوش طرف ديره بو خاطر جو او زاروك چه ببن والا يعني وقت جو او حكمت نبي يعني ازنا محتاجه جنيب مجن محتاجه مبي ابا او حكمتها جو خود تعالى دخوازي جو بميدان تحقيق نبو، فما دام خود تعالى خوستيه جو نسل انسان بشريات دبي كوني دا دريا علاقتك دنا بين جنوميرك دا بين تشيكرن ولادت شي بزاروك شي ببن ديمك خود تعالى دزلام دا چاندية جو دا خوازا بيرك دكي ودا عين وقت دا يعني دا بيرك دا جي چاندية جو دا خوازا زلام دكي افنا فطرتا جو خود تعالى دي انسان دا چاندية مخابن قالك جارات جواكي دا ام دوان مسألة دا اعتبار دكن كيماسي ام دا اعتبار دكن عيبي ام اعتبار دكن شرمي تشتكي بحث نكا تشكي بشارتية تبلو جو افنا مسألة طبيعية مسألة فطرتا خود تعالى دي انسان دا چاندية لي خود تعالى ريه وينا دانا خويا كرن بردوانك. ولما كان الإسلام دين الفطرة يستجيب لها وينظم مجراها، شرع الزواج تلبية لهذا النداء العميق المستقر في أعماق هذا الإنسان وكيانه، وجعل الزواج هو الطريق الوحيد الذي يعبر عن إشباع هذه الرغبة وإروائها. فلم يكبت الإسلام هذه الغريزة ويحطم كيان هذا الإنسان بتشريع الحرمان من الزواج والدعوة إلى الرهبنة والتبتل. روى الترمذي وبردوام روى الترمذي النكاح باب ما جاء في النهي عن التبتل رقم 1802 عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، والتبتل الانقطاع عن النساء وترك الزواج انصرافا إلى العبادة. جزاك الله خيرا. دبي ما دام خود تعالى أفناد فطرة إنسان دا چاندية خود تعالى جير ريفا كريا يعني جبو خاطري جو او داخوازية جو دي انسان دا هاتية چاندن نير داخوازا جنه دكي جن داخوازا مير دكي دا عين وقت دا خود تعالى ريك جير فكريا ريا حلالي جو طبعا ريا زواجية جو جبو خاطري جوه او فطرتا جو دوي دا هاتية چاندن فراغ ببي يعني اشباع ببي تير ببي وإلا خود تعالى نهاتية جو كبتا إنسان بكي ضغطي الإنسان بكي جو منع ويناش زواجي بكي منع إنسان زواجي نابي وينات تبتل يعني إنسان منع خو بكي زواجي أو جي حديثة بيخنبر عليه الصلاة والسلام روايات دكي أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التبتل يعني بيخنبر عليه الصلاة والسلام منع مروفي مسلمان كريا جو متبتل به متبتل جي يعني دمعني خوهنا تبتلك هيا باشا محمودة وتبتلك هيا نباشا. تبتلة محمود يعني تبيجي فلان متبتلة يعني جي بيجي رضوان متبتلة عبد الباري متبتلة مقصد بي أوا محمود أواجو باشا أواجو إنسان ده هر جيا ناخودا درابون رونشت ناخودا ده دانوستاند ناخودا ده آخفتنا خدا ده حركات خدا ده سكنات خدا إخلاصا ويهبش خود تعالى را أف رنگ أو جيرتي قوت المتبتل أفنا رنگك رنگي تبتل حلالة يعني تبتل باشا أو جي آيات القرآن بيروزة دمي قجمرة بيخنبر عليه الصلاة والسلام رد بيجي واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا يعني دهر كارت دا دهر عبادات دا برا إخلاصا تشخد تعالى رهبي فأفنا رنجك جرنج تبتلا
جو باشا جو جوانا جو مطلوبة جو دين إسلامي خوستية جو تبكي نوعي دوا يعني أواجو ممنوعة أواجو حديثة سمرة رواية دكي جو بيخنبر عليه الصلاة والسلام نهى عن التبتل أو جو إنسان منع خبكش زواجي وأفناجي مسلكك بو ريك بو لجم أمبيجن هن أول دارين خريستيانيتي هن اول داري خريستيانتي وختوك خستبا جو يعني جبو خاطري جو خوانيزيكي خدا بكن خوذالاكنش كنيسيرة منع خوش زواج ذكرن فنافي وينا تبتل ينجي نافي وينا رهبانية تبتل رهبانية أو بمعنى جو إنسان منع خبكي زواجي زوري لنفسها خبكي او فطرتا جو خود تعالى دي انسان دا چانديه جو انسان دا خوازا زواج ديكي جو ريا حلال دا مروف دكاري و شهوتا جو خود تعالى دايا انسان تير بكي اشباع بكي مروف ضغطيل نفسها خودكي المباركي جران لنفسها خودكي منع خودكي زواجي على اساس خونيزيكي خدادكي الدين الاسلامي ده جبرجو دين فطرتيه منع تدكي جو تشنابت منع خوش زواجي بكي بالنافي رهبانيتي بالنافي تبتلي تشاوغو ايات قرآن بيروز بحثا يعني خريستيانا دكي دي بيجي ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله يعني أو رهبانيات أو تبتل أو زورا قول نفسها خوا كرن مجوانا نخوست بوان لسر نفسها خوا فرض كريا فدين إسلامي هاتي اشترت بيجي أو داخوازيا قد نفسها تدوكر تجاهي كچي يانجي أو داخوازي النفسي أو قد الدهندروي كچي دنا مقا تجاهي كردا أفنا فطرتك خدي تعالى دودا چاندية حقي ويا قوون في فطرتها ناون تيربكن حقي ونينا ونضغطك مظل خبكن قوون منع خبكن يكجاري لدعيني وقت دجي ريا راست قوون في فطرتها هنا في شهوتها هنا قوون تيربكن ريا زواجية وخدوري وان ريا خراب بكن بلي وروى مسلم النكاح باب الاستحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه رقم 1402 والترمذي النكاح باب ما جاء في النهي عن التبتل رقم 1083 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا ولو أذن له لاختصينا إيه مؤلف دليلك دي تاني لسر مسألة جو دين إسلامي منع دكي جو إنسان جبو خاطري على أساس خونيزيكي خدا دكي جبو على أساس إنسان تربيتا نفسها خودكي منع خوش زواج بكي فدفرده روايتك تاني إمام مسلم وترمذي جو بيخنبر عليه الصلاة والسلام قبول نكريا عثمان ابن مضعون التبتل أف حديثة هاجي دي رواية إخوانا رواية أول جو سعد بن أبي وقاص دي بيجي عثمان بن مضعون خوستية جو تبتلي بك خوستية جو منع خبك زواجي يعني والله أعلم رواياتي يعني حديثي ده وقت جو مروف دخويني مروف فهم دكيش حديثة رواية وينا وكأنه عثمان بن مضعون قدرتا وينا إمكاني وي مادي خيايا نينن جبو مسائل الزواج فجبو يكي داخواز دكش بيخنبر عليه الصلاة والسلام إنه الرهبانية تبتلي جو منع خوش زواجي بكي السرخو فرض بكي فالرواية أول دبيجي لم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نهاه بيخنبر عليه الصلاة والسلام إذن ندايدا وجرى قوتية ولو نكا روايتا دوا دبي عثمان بن مضعون أو بخوهات يلجم بيخنبر عليه الصلاة والسلام وجرى قوتية يا رسول خودي عزابيبون يعني بزواج خورتانيا بجن لسر من قلكي قرانة يعني زحمت دبينم فأذن لي بالخصاء أو أقول تالية حديث ده
جو سعد بن أبي وقاص بيجي ولو أذن له لاختصينا أجر بيخنبر عليه الصلاة والسلام إذن دابا عثمان جو ابن مضعون جو تبتلي بكي ماني أو آلتا جو شهوتي بإنسان رتشيدكي جو ماني راكربا يعني أجر ولو واضح به يعني إن شاء الله. طبعا عثمان بن مضعون يكجوان كسن جو مسلمان دسبيكيا ويكم مسلمان قول القبرستان بقيع يجي هاتية بشارتن. فدبرد ايه مؤلف حديثك بيخنبر عليه الصلاة والسلام وقت يقول عثمان ابن مضعون هاتي جنب بيخنبر عليه الصلاة والسلام يا رسول خدي بو من زحمته جو از حياته خو برباس بكم بعزوبيته فبرأ استبتله بكم بخمة بن سيبرا عبادته ده فبيخنبر عليه الصلاة والسلام إذنا وينان ندايا وحتى د آيتك قرآن بيروز هيا علماء دي بيجن دي بسبب نزول وآيته شخو أفجروك عثمان بن مضعون أو جي آيات قرآن بيروز دي بيجي يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم قالي كسم بهورمند أو تشتن خوشنجو خدي تعالى جوار حلال كرنا لسرخو حرام نكن فدفردجي وقت يقول أب آيات سبب نزولا ويا أبحد كيروكا هنا ديمك أو فطرتا جو خدي تعالى دي إنسان دا چاندية أو ميلاد نابينا جنو مرادا أو يكش طيبات جو خدي تعالى دايا إنسانا. طبعا دفردا سعد بن وقاص دبيجي وقت جو بيخنبر عليه الصلاة والسلام إذن دابا عثمان جو تبتلي بك يعني لسر فرضك إنما زواج بك بن سيبرا عبادتي دا لاختصينا قلتنا لاختصينا يعني بمعنى مني أو آلات أو جهاز أو بارشي قدلاش إنسان ديا أو يقو مصدر شهوتي يج إنزلام را مني راكربا. فعلماء دفردة دبيجن درأيي وهنا رأي أول دبيجن نمقصودة سعد بن وقاص إنه أموي بارشي راكن جلا شيخوا مقصد بمبالغة يعني أجر خدت بيخنبر عليه الصلاة والسلام إذن دابا عثمان قو منع خو بك الزواجي يعني من مجي منع خو كربت تا درجك وكأنه أو بارشا ندلاشي مديا. هذا معنى أولى. معنى ددوا أغلب علماء دبيجنا أبناء يعني سؤال حقيقي بو يعني مقصد صحابي سعد بن أبي وقاص أو بو إنه فعلا وي بارشي جو يعني دلاشي وي دي جو شهوتي تشيدكي أو بارشوي هاتبارا كرن جبرجو يعني قالك صحابيات أحاديث هنا سؤالش بيخنبر عليه الصلاة والسلام كرنا وكي أبو هريرة وكي عبد الله بن مسعود وقالك صحابية هاتنا الجنب بيخنبر عليه الصلاة والسلام داخواز كرنا جو وي آلتي وي جهازي جو يعني شهوتي تشيدكي حيوانا رمدقو كسخاندن نزانم يعني نزانم تشاوش بو إنساناتي قوتن نزانم يعني فإنه وقت يقو أو جهاز هبي يعني علامته يقو إنسان احتماله جي بهورية خو فقري يعني جي جوي سوزا قول سر خدانية جي فقري فدبيجي مقصودة إيه صحابي أو بو إنه لو أذن له لاختصينا أي لاختصينا حقيقة بمعنى أموي بارتي جيكن بلي بردوانك. لكن الإسلام لم يلق حبل هذه الغريزة على غاربها، ولم يترك الإنسان حرا طليقا في إشباع نهمه الجنسي بحيث يفسد نفسه وغيره ويضر بالأخلاق ويهدم بيوت والأسر ويفتح بابا واسعا لغواية الشيطان ووساوسه، وإنما وقف الموقف المتوسط المعتدل فاستجاب لنداء الفطرة ونظمها بحيث تؤدي دورها النافع البناء في إيجاد هذا النوع واستمرار بقائه. وكي قم إشارتك يعني أوجي مؤلف إشارتك إنه دين إسلامي راست خود تعالى أفطرتها هذا الإنسان دا چاندية دين إسلامي اشتنخوستيا قوت كبتاوي بكي تتبتلي بكي لدعيني وقت درقه له بشتره فنكر يقو تلقوري بغريزة خوهري وتبدي دوب وساوسي شيطان وشبو راست المسألة ميدان اللي بدي دين إسلامي اشترى ريك تحديد كريا قو إنسان دريا ويريا حلال دا قو زواجة
جو كاري و شهوتا خو إشباع بكي تير بكي أو رين دي منع خوجه بكي وأبجي يعني حتى هاتي ستاندن جي حديثك بيخنبر عليه الصلاة والسلام دمي جو بيخنبر عليه الصلاة والسلام صحابية جي سؤال كري أنه يا رسول خدي إذني بدأ ما في الاختصاء يعني أموي بارتي جيكن فبيخنبر عليه الصلاة والسلام بيجي إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنفية السمحة يعني خدي تعالى أو زورا جو إنسان الخدكي وكا جو يعني هن أولدارين خريستيان زور الخدكرن فمنع خوش زواج ذكرن خدي تعالى جبديلا ويفا الحنفية السمحة الحنفية السمحة بمعنى جو خدي تعالى الريكش ترى دايا خويا كرن دريا في دفيريتش كده تتكاري يعني ورغبتها أخوة وشهوتها أخوة تشباع بك وتمنع أخوة بك جوان رين خراب ووقت يقول إمكانية نبنجي الزواجرة شاوى حديثة بيخنبر عليه الصلاة والسلام يا برينها جمرهات قفا عليك بالصوم فإنه له وجاء روجي بقرا خبرتشي بكا وآلي كار ببترقو حدته زوربونا وشهوات اشتراكين بكي أو جي آية قرآن بيروزا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله أو كسن قو خد تعالى يعني إمكانات ماديه دك دانوانا زعيف دانوانا برا هايش خوهبن برا نفسها خو محافظة بكن دريا روجي قرتني دا دريا قو ميجيه خو تفكيرا خو مشغول بكن بهن مثلا دي حتى قو خد تعالى فرجل وافا بكن إمكاناتنا مادي بديوانا قو يعني كاربن زواج بكن أفنا أي سبب يكمبو جوج أسباب أرمانج جو خد تعالى دين إسلامي زواج مباح كريا يسبب أو بوجو خد تعالى أو فطرتا شهوتي أواجو دي جنو مرادة شاندية خد تعالى وينا بريكي باش دريكي جواندا وشهوتي تيردكي ياد دوا إمداد المجتمع بنسل صالح ونشء مهذب بل كلامك لقد دعا الإسلام إلى كثرة النسل وجعله من بين أهدافه في إنشاء المجتمع الإسلامي المهيب المرغوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أخرجه أبو داود في سننه كتاب النكاح باب النهي عن التزويج من لم يلد من النساء والنساء في الكحل. بله أفجيك جوان أسباب وسدم وأرمانج الزواجية لقوري دين إسلامي جو يعني جواكا مسلمان نسل وانا قلك بي جمارة وانا قلك بي بوان جنجو كچن صالحي باقجي إنسان باش أفجيك جوان داخوازايا دي خويا كرن في إنشاء المجتمع الإسلامي المهيب المرهوب المهيبي يعني إيقول برجعضانا المرهوب إيجو جواجيتي ترسان مخابن إيرو نمهيبة جواكا مسلمان ونمرهوبة أبهر دو جيم مخابن دي ميدان دنينن مهيب يعني البرجعضايا هيبتا وهيا ومرهوب جي يعني جيدي ترسان دن يعني مروف حسابا جيدكي أو هردو جي إيرو مخابن دي جواكا مسلمان دا قونيزيكا دي مليارن أو جنينة فحديثة بيخنبر عليه الصلاة والسلام تيني وك دليل لسرفي داخوازية هانا لسرفي سبب لسرفي آرمانجي جو يعني جواكا مسلمان قلك بي جمارا وينا قلك بي فدبيجي بيخنبر عليه الصلاة والسلام قوتيا تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة أب حديثة هاجي يعني حديثك قصتك ويهيا يعني زلامك هاتيه جنب بيخنبر عليه الصلاة والسلام جي بيخنبر عليه الصلاة والسلام ردي بيجيت بيا رسول خدي يعني من جنك بو خديتيا خداني مالباتك يمزنا وسبحيبونك يا خوشكبونك يا ليه زاروكا نايني ما أزوينا بينم يعني سؤالك إيش بيخنبر عليه الصلاة والسلام ديكي يا رسول خدي من كتشك بو خديتيا همج مالباتك يمزنا همجي سبحية جوانا خوشكا لكن زاروكا نايني أفأتزوجها فبيخنبر قوتيا لا نعفجنينينا بيشتي قدرك أتاه الثانية جارك دي هاتجن بيخنبر
فبيخمبر جير قوتيا نا فيج نشخورنينا جارة السيا هاتي جنب بيخمبر قوت يا رسول خودي مجنك ديتيا بوخوا سبحية جمال باطك ليزاروكا نايني ما أشخور بينم فبيخمبر عليه الصلاة والسلام قوتيا لا تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة فيجنش خورنينا هرا ويجنا ودودي ولود بينا الجنا ودود يعني زلامي ودود ايش برقو ابقو قوتنا ودود جهر ذكارتي قوتن يعني هم رجل ودود هم امرأة ودود يعني او زلام يعني او جنا قو ام بيجن حسن معاشرة بها يعني كاري بكبي دلي تدا يعني بخطابي خداد آخفتني خداد دانوس طاندنا خداد دبي وي بكان دبي وي بكان وجهي واي بشوش يعني مقصد بأوا إنه مروفكي مروف وقبول دك مروفكي جو مروف حسدك الجفاتا وي بمروف لي جهدار بك فجين رجيتي قوتن وجزلام رجيتي قوتن الولود يعني مقصد بأوا أو بيركا جو زاروكا يعني مقصد بنجنكي مظن بعمر جو مروف زندكي جو أبجنا مظن نما يا زاروكا يا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة بيخمر عليه الصلاة والسلام دي ديار كرن قروجا قيامتي أزي خد ناف أمتا دا بناف أنبياء دا أزي خد قرابكم شبرقو حديثنا بيخمر عليه الصلاة والسلام هنا دي بروجا قيامتهن بيخمبرتين وليس معه أحد يعني بيخمبرنتين كم صلاة بيكون دي دنياي دا معناه دعوة خلقي دي كن بان لا إله إلا الله وكسنا دا يدوفوانا ويأتي النبي وليس معه أحد ويأتي النبي ومعه الرهط شاش حفت إنسان بيرنا فبيخمبر عليه الصلاة والسلام دي بيجي زواج بكن جوان كتنجو هم معشرة وانا خوشا همجي قابليتا جوزارو كابينن جبر روجا قيامتي أزي خب وقربكم جو أمتا من أمتك جلك وأفنا حتى يعني جم أنبياء أجي بيددبو آياتك قرآن بيروز هيا خدي تعالى حضرتي شعيب رد بيجي انه يا شعيب امتا خورا بيجاش قومي خورا بيجاش جواكا خورا بيجا چاوا نعمتا هري مظن جو خدي تعالى دايوا جو هندك بون من وقلك كرن من صاروا دانوا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم فابجي يك جوان تشتنجو يعني دين اسلامي داخواز دكش موضوع زواج جوزاروك شب بلي ولذلك دعا القرآن إلى الزواج ووجه نظر الأولياء إلى تزويج أبنائهم وبناتهم قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله جزاك الله خيرا أبجي يعني إشارات دكي ودبيجبر فيك جبر خدا خوازية جو يعني أمت قلق أو الزلام وجنن باش قلق من جواتا مسلمانة ده جواتا مسلمانة ده جبر ويك قرآن بيروز دا خواز كريا جدي وبابا بابن كرا بابن كچا جو يعني زواجي بكن دليلك جياني آيات قرآن بيروز وأنكحوا الأيام منكم الأيم أجر البيرا وبمجو الرجل الغير متزوج يعني المرأة الغير متزوجة يعني شي مقصدها من بغير متزوج يعني ليس لها رجل يعني ويكي ليكي ليس لها رجل احتمال زواج كربي برينها فهاتبي بردان ينزلمي وفاة كربي جيرتي قوتن أيم وأنكحوا الأيام منكم يعني كسنجو بزواج والصالحين من عبادكم ينجد روايتك بقراءتك جديدة والصالحين من عبيدكم يعني زلامي كولا وإيمائكم يعني كچا كولا فأبنا يعني ديخو يا كرنجو چاوا آياتا قرآن بيروز بري خدايا بابو دين كچا ينجي سيد عبدا جو وقت جو بزواج بنوانا زواج بدن ينجي حديثة بيخنبر عليه الصلاة والسلام أواقد بيجي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج قالي جنجا أو كسيقو قدرته إمكاناتي وزواج هبن إمكانات مادي جسدي نفسي معنوي برا زواج بك ينجي حديثة بيخنبر عليه الصلاة والسلام
دمي قبري خد دي بابي كچا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه او بابي كچا اگر يك هات گو كچا وبخوازي خداني دين بي خداني اخلاق بي كچا خو بدني ده بله. وإمداد المجتمع بنشء يولدون في ضلال أبوين حانين عطوفين يعرفان كيف تصاغ عقول هذا النشأ وكيف تربى مواهبه أفضل للمجتمع من إمداده بأولاد ألقت بهم المخابئ المظلمة وكانوا ضحية النزوات المحرمة الطائشة من السفاح والزنا، فهؤلاء لا يعرفون أبا يرعاهم ولا أما تحن عليهم، فينشأون في أنفسهم عقد الكراهية والحقد على أمتهم ومجتمعهم وعلى الناس جميعا. افجي يعني مقصد بأوى مخابن افجي ايرو قالك جرا بيدنا بي يعني مقصد بأوى انه وقت يقو جفاتا مسلمانة دا زاروك چه ببن دبن سيبرا جدي وبابكي دا قو جفدو حزدكن زواجا وانا برنگك احترام چه بوا قدري هفدو دقرن فافزاروكي هانا وقت يقو دبن سيبرا في رحمته دبن دبن سيبرا في حزكرني دبن نوك وان زاروكن قو يعني جزناي هاتنا سفاح بمقصد زناي جزناي هاتنا تشيكرن يانجي جوان قو بافي وانا يناسكرن تربيتك ندايوا دي وانا يناسكرن تربيتك ندايوانا طبعا ابنا غالبة نلقو يعني ابنا بالضرورة مقياس وميزانة ما قالك جاراتيتيا قو هنزاروكن سفاح انسان باش دركتن عالم نقلكي مظن دردكتن ومقابل يجي عكسه يعني لكل قاعدة شواذ يعني بس الغالب يعني وقت يقو عائلكي مالباتكي باش بيدي وبابنا قو جفدو حسبكن حرمته واحترام دنا بين وادهبي قوه بدنا زاروكي اخوة تربيتا وابكن اخلاق بدنا وانا افزاروكي هناوي برنگكي جوان دركبن بهتر جوان كسن قو كسي وانا نبو بخوديبون ببافبون بديبون كس نبو قو قوه بدي وانا وإلا لكل قاعدة شواذ وإلا ما يزبكت قرآن بيروز ده حضرت نوح بخنبر خود تعالى بو تبلو ويجي بخنبر بو تربيتا خلقه ذكر تربيتا مالباطا خود ذكر دعوة خلقه ذكر بالتوحيد دجي كوري وي إنسانك خراب دركت روجا قو قامي تشيكر قو يا بني اركب معنا قال سآوي إلى جبل يعصمني من أمر الله قال لا عاصم لك اليوم من أمر الله بله. إيجاد السكن النفسي والاستقرار الروحي في هذا أفسدم سيسيايا أفسبب سيسيايا جارمان جو هدفين جو دين إسلامي زواج تشريع كريا زواج حلال كريا ينجي داخواز كريا جو جواكا مسلمان قرك بزوجي إيجاد السكن النفسي والاستقرار الروحي بله كرمك. في هذا الزواج الشرعي الشريف تحصل هذه الطمأنينة والسكينة والهدوء النفسي. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يك جوان آرمانجي زواجي جو استقرارك نفسي بإنسان رتشبي يعني ومن آياته آيات خد تعالى أجوان تشتم جو غريب عجيب جو خد تعالى جمرة ديخو ياكرن جو أم تفكرت دكن جوج نفسها ما يعني أزواج شكرنا علاقتها زوجي جبوتش لتسكنوا إليها انسان تميزدك زلام دردك به حتى ايفاي كاردك دكار خود لقاي زحمتي هذا بيد لقاي جراني هذا بيد عليا شبه جوار ما اوج كتا جو كتا خلكيبو بركي حتى بصالي جيون هفدون اصناكن والانسان نجفدو غريب بون تميزدك جو يعني دلي تلي رحت به سكنك اشترى شيء دبي يعني رحتيا دلاش ترى والعكس ايضا صحيح افجنا جود مالي دا صبيه درابه فقيره شغله مالي دكي جهد دي زاروكي اخوه تربيه دكي دبي جوهري شغله تاليا شبه وقت جوتينز او زلام اخوه رحتيك كبنا بين وادا ابناء يكجوان مقصود زواجي ولتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة يعني حزكرن أفينداري أو أفينداريا قدنا بين جنو ميردا أو قدامي قو إنسان يعني دلي ويناد خوازيش في بيرا كهارة في خنبرم عليه الصلاة والسلام أو مودة بديا مع إشارة ذكر حتى وقت يقول صحابي هاتن قلت يا رسول الله كي بيهتر برد ليت الشيرينة
وانا ظنتك جو بيخمبر عليه الصلاه والسلام دنافويقا جباتي دا دنافويقا عالمي دا ارابي اظهار مودته اخوه اظهار حذكرنا خوش ديا مع عائشه ربكي قد عائشه فالبرخ وقت يا صحابي حتى روايته ده انه عمرو بن العاص بو فالبرخ وقت قلت يا رسول الله لا اسالك عن النساء بل عن الرجال يعني البرخ وقت قال يا رسول الله خدي اجنش بيركا اج زلامه كيت حش كيتكي قو ابوها فبيخمبر عليه الصلاه والسلام اذ مثلا مودت اجي داخو ياكرن قالك جارا مخابن يعني دمال باطا دا ام دبينن يعني دوان دمن داويدا قالك جارا مال باطن خرابونا بلكي نتيجه قوتنكي خوش قدنا بين جنو ميرذا تشينابي نتيجه اظهار مودتي زلابلي جني ينجن مقابلي زلام ينجي انسان كارب التعبير بكي بدي ظاهر كرن بدي خويا كرن چه زلام جبيركا خورا قو چقا قيمتي ويد مالي ده هيا چقا خزمتك مازن دكي ينجي جن زلام را قو بدي خويا كرن قو بيوينا جيان بچقا مروفكي زحمت درباس دكي جيان اخوا وجعل بينكم مودة ورحمة قوتنا الرحمة انه افزا واجهانا وقت يقو انسان دريج دكي دبيقو طبيعية نورمالة حمم الباطة ده مشاكل درباس دبن يعني حياة ظروفي وينا دهيليقو انسان بكبي مشاكل هذا لكن حتى قو انسان بكبي مشاكل هذا حذكرن نمينيجي حب افين داري نمينيجي قرك سيبر وشمسية رحمتي ومضانة بي يعني ديس انسان قارب دريا رحمة التعامل بك ما يزبكن حديث بيخنبر عليه الصلاة والسلام ما قالك جاراء في حديثة هاجي تكرار كريا بيخنبر عليه الصلاة والسلام جارك المالا جنك جيجيني خويا عفوا المالا عائشة فجنك جيجيني وينا ما يذكر قو عائشة درن كر قد خوارني ده فرابي خوارنك حاضر ذكي جاهز ذكي دي دست غلام يخوا ودبهر ببش بيخنبر عليه الصلاة والسلام ومهفاني ويرا بيخنبر عليه الصلاة والسلام رونشتي المالا عائشة قرقر صحابية الدردورة وينا أو زاروكي هانا خوارني تيني جنب بيخنبر عليه الصلاة والسلام ديا مع عائشة وقت يقول تعرف زاروكي دكي أو صفراء خوارني بيريا مسألة هويتية مسألة نقو بربرية جنا ومرايا ف هاتية درباسي جفاتي بوا ودستي خوال فراغي خستية أوقا فراغ كتية عرديدة أوقا خوارن كتية عرديدة فبيخنبر عليه الصلاة والسلام هم بحذكرن تعامل كريا هم برحمة جي تعامل كريا بيخنبر عليه الصلاة والسلام هاتية أوقا خوارن دايا هفدو وبري خدايا صحابية قوتيا لقد غارت أمكم دايا يكاوى غيرت بيرتشيبو مبالي وانظر إلى التعبير القرآني ما أروعه في إبراز معنى الحاجة للزواج وحصول الستر والسعادة والاستقرار فيه. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالآية شبهت كل من الزوجين باللباس للآخر لأن كل منهما يستر الآخر، فحاجة كل من الزوجين للآخر كحاجته إلى اللباس، فإذا كان اللباس يستر معايب الجسد وبقية عاديات الأذى فإن كل من الزوجين يحفظ على صاحبه شرفه ويصون عرضه ويوفر له راحته وأنسه. اب اشارات دك چاوا آيات القرآن بيروس تعبيرك قالك خوش تعبيرك قالك مهم تعبيرك قالك مظن علاقتنا بين جمل وميرد الديخ وياكرن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن يعني ون وكي ستارة كينا جلن ستار يعني جن ستارج زلامي خورا وزلامجي ستارج بيركا خورا أبنا يعني تشبيهك قالك مظنة چاوا جلي نورمال اف جلي مادي ام بيجن كراسة شاكيتا كابي چنة جلي ام الخودكين چاوا يعني انسان دي باريزن يعني عيبا لا شكي وي دهبي كي ماسيك دي بدنا وي دهبي ويكي ماسية دي بشيري ولو جي علاقتا زوجي اوادنا بين جنو ميردا يعني كماسين حتى ايه روحي ايه داخلي جي انسان را دي بشيري اجبروية كي نظام خورت دوقت مدى ام جيلي افين داري شعراء عربا بون جيلي نوا قر نظام ون بكرمانجي افين داري يتكن ونجمرا نمونك بدنا خويا كرن ايه عرب دقوت شاعري عربا دقو انا انتي وانتي انا كلانا روحاني سكنا بدنا
از تمت ازم ام درحن دلاشكي دنا هذا معناه قوتنا يعني بويرن قد هاتا داخو ياكرن نتيجة جو علاقتها زوجية علاقتك جو يعني سبحان الله يعني مروف ما يزبك انهاجي من إشارة ذكر تكوري بابي خوي ام بيجن بيس صالة بري زواجاتا تكوري مالباطا خوي تجمالكي او كچا هاجي جمالكي هر يكي جوا اخلاقنا وهنا هر يكي جوا عادات وهنا هر يكي جوا كلتورك وهيا سبحان الله زواج شدبي افكري غريب جفيكا غريب دق هنا هفدو دبنا منا جلكد منا ستارك جفدورة در حيد لا شكيدنا تا درجة كي او كاش استغناء اجمال باطا خودكي جبو خاطري فيكوري وافكر جي استغناء اجمال باطا خودكي جبو فيكاتشي هذا علاقتها جو خدي تعالى بنا بين جنو ميردا شاكر يا خدي تعالى يعني راحتي وصحتي بخير مال باطي وحمك هذا ان شاء الله بلي بردوامك سبب شارع الحفاظ على الأخلاق ام سبب شارادنا شما يعني دين اسلامي يعني حكمت جي تشيا جو دين اسلامي زواج اذن دايا يعني جوتيا جواكا خوي مسلمان زواج بكن سبب شارا سدم شاراج مرد بيجي بلي الحفاظ على الأخلاق من الهبوط والانهيار فالإنسان إذا منع من الزواج المشروع طاقت نفسه إلى تحصيل حاجته من طريق الممنوع ولا يخفى على عاقل ما في السفاح والزنا من فساد الأخلاق وخراب الأسر وهناك الأعراض وهتك الأعراض وانتشار الأمراض وقلق النفوس والأرواح وللمحافظة على الأخلاق والوقاية من الفساد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد رواه الترمذي باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه وعن أبي حاتم المدني رضي الله عنه بله افد سدمي چارا قد ديخو ياكرن اي مؤلف انه يكجوان غايات وهدف وارمانج وسبب جو بيخنبر عليه الصلاة والسلام بري وينا خودي دريا اسلامي دا اذن دايا جو خلق زواجي بكي حتى جواكا مسلمان كريا جو زواجي بكي جبو خاطري جو جواك اخلاقياتي وينا خرانة بن جبرقو انسان او غریزه گو خود تعالی دایه انسان گور زلام داخوازا جنه دکه جن داخوازا زلام دکه وقت گو اسلام ریک جره پیدا نکه مروف مجبوره هر دریک خراب ده ببینه چاوا گو عربا دگوتن دگو کل ممنوع مرغوب فجبو خاطري قمروف نكبي ويشاشيه ده جبرقو افنا فطرتك يعني از وك زلام داخوازيا جنيدكم جنجي وك جن داخوازيا زلام دكي نكي ماسيكا ندمدا نكي ماسيكا دويدا نعيبك دمدا نعيبك دويدا شخويا عيب او داخوازي نبي يعني ايغو او داخوازي نبي ام جرد بيجن هرجم تختار خو فحص بك فإنساني نورمال او داخوازي الجموي هيا لكن جبو خاطري او داخوازي هنا زوريل منكي زوريل انسان نكي بريوينا ندي جوفي شهوتها هنا دريكا غلط دا اشباع بكي بريخو بدي مسألة زناي يعني بريوينا دا زواجي رياغو راستا جبو خاطري قد بن سيبرا لا اله الا الله دا بحلال كرن ما يزبكن يعني فرقة دنا بين حلال وحرام ده بيخنبر عليه الصلاة والسلام ده بيجي اتقوا الله في النساء فإنما استحللتم فروجهن بكلمة لا إله إلا الله يعني جبو خاطري او شهوتها جو خدي تعالى دايما ام دريكا حلال ده درباس بكم دريكا حلال ده تير بكم دريكا حلال ده اشباع بكم دبين سيبرا لا اله الا الله دبي وقت يقول ندبين سيبرا لا اله الا الله دبي وبريونا بكبرين خراب ده ريا نباش ده قوريا سفاح الزنا ده دريا الزنا ده فساد اخلاق مطلقه تشدبي انسان مالبات خرادبن هتك اعراض خلكيتي كرنج برجو تمسؤوليته تدنينا تبارد من دنينا الزنايا وتشتكي ندري ده تشيب وجبرويه كيف آيات القرآن بيروز من عمدك نجو أم زنايجي بكنا أم خونيزيكي ريتشكي ويجي نكن آيات القرآن بيروز بيجي ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا بله سبب بينجا خامسا
المحافظة على النوع البشري سويا سليما. لقد جرت عادة الله سبحانه وتعالى ألا يكون إنسان إلا من أبوين، رجل وامرأة. فإذا علمنا أن الإسلام قد حرم اقتران الرجل بامرأة إلا على أساس زواج شرعي، فإن ذلك يعني أن الإسلام قد حصر حفظ النوع البشري بالزواج. فلو حرم الزواج لانقرض البشر، ولو أباح السفاح لكان هذا البشر شقيا مريضا. والله سبحانه وتعالى يريد بعباده الخير ولا يحب لهم الشر. قال تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ددي خويا كرن تأكيد سرفاقا معانيا نقول درباس بونا انه ياغو خودي خوستيا جو زاروك بين تشيكرن دريا علاقتك ادنا بين جنو ميردا دبن سيبرا لا اله الا الله دقو يعني نكاح يعني زواج ندريا زنايدا جبرقو او زاروك جو دريا زنايدا تشيببن يعني مقوت يعني الغالب، لكن ده تاريخي ده هن شخصياتنا جو زاروك زنايبون بونا ائمه وعالمه قال لك ما ظن، لكن الغالب يعني انه افوي جيلك نباش دركبي ودور دجي تاكيد دك انه علاقتها جو خد تعالى تشيكريا او ميلاد ما بين جنو ميردا افا جو خد تعالى خوستيا ناوين دي مقصد بي او ناو يا جودنا بين ميلا كرش كولا يا ميلا كاتش كاتشكيرا بلي كورتاي مو باسكت يا شاشا. توسيع دائرة القرابة وبناء دعائم التعاون. ففي الزواج تمدد وقعة القرابة تمتد رقعة القرابة، فتلتقي عائلتان ويجتمع شمل أسرتين، وتنشأ بينهما بسبب المصاهرة روابط جديدة ومحبة متبادلة. وبالزواج يعني حتى زمانك ينيزيك دجي أظن دكم خلقي أف تعامل بفي مسألة ذكر يعني نخاسم دناف مسائل عشيرتي ده انه علاقتها زواجي وقت يقول شون كتشك دخوستن فلان عشيريش فلان مال باطي يعني علاقاتي مال باطي دهاتنا قوي كرن بيشتش انسان ردهاتنا قوي كرن دقو فلان كس خلاني منا دي اماني منا يعني او نتيجه علاقات زوجي دي خويا كرن انه جريدانا كتشيدكدنا بين الدم الباطا ده نخاسم وقت يقول مروف وصيتها بيغمبر عليه الصلاه والسلام بكاربيني مروف مال باطا خدور بكبير باعتبار حديثك بيغمبر عليه الصلاه والسلام هيا داخواز دكي جو انه انسان وري كاربي منع خو بكش زواجا نيزيك نتيجه جو امراض هنا نخوشين هنا فوقت جو انسان تشيش غريباتيني او علاقتها زوجي او قدنا بين وين كچا غريب در جيبو او بونا مال خزوران تا او مال خزوران تا بونا بش اشترى تبوي بش جواره فافنا روابط جريدان نو تشيدكي وافنا يعني حتى الزمن بيغمبر عليه الصلاه والسلام ولوبو بشتي زمن بيغمبر عليه الصلاه والسلام ولوبو نظام يعني ايرو اگر ون متابعه بكن جارنا دي تحليلاتنا السياسيه ده هجر من باب الطرفه في مساله درباس بكن بري چند روجك يحفتيك ده روجا ولي عهدي اردني كچك سعودي بوخاني يعني جي خوست فيكج تحليلات سياسيه ده ظروف عائله ملكيه ده اردني ده انه هن كماسيه وان هنا او كماسي هرتم دچن يعني خارج مملكتين بينما يا راست او بو نقول تحليلات طبعا انه يا راست او بو قريبا زواجي بكن عشير اردنيه جبو خاطري جو ببنا بيشت جواره فهرتم اف موضوعي هنا دسري جفاكا دبو حتى عشير ما ايرو دبي مثلا هذا هرتم تفكرن يعني انه علاقتها زوجي فتقريدانا كيتشيدكي او مالبات اشترد بي بيشت بيغمبر عليه الصلاة والسلام هن زواجي وبخوشي ببويرا نجيبون يعني بيغمبر عليه الصلاة والسلام وقت يقول شو زواج كر اللي قال كجا أبو سفيان يعني خوها معاوية بن أبي سفيان أم حبيبة نافيونا أم المؤمنين أم حبيبة نافيونا رملة بنت أبي سفيان بيغمبر عليه الصلاة والسلام وقت يقول زواج كر اللي قال وينا يكج أسباب زواجها وينا جبو خاطري كسب قلب أبو سفيان يعني كارب نوعك جريدانه تشيكيش برويه كيجي وقت جو خلكي هات يعني وقت كماسيه كيش ابو سفيان ربيجن انه يا ابو سفيان ميزبك محمد عليه الصلاه والسلام كجاتره زوجيه يعني وقف تشكي ماسيه هاي مازن هات يا سريتا فابو سفيان برسبا وانا دايا قوتيا
هذا الفحل لا يجدع أنفه أف براني جو درب البهفلاوينا ناكذي يانجي أف دفهن جو درب البهفلاوينا ناكذي نظام أبناد بيجن عادتك بدوية عادتك أهل شولية كوشرية إنه وقت جو دفها نخوش هبي يا نير دفها نخوش يا نير هبي يا صستي يا جو لاشوي نقل كي بقايمة بوقت جو خنيزي كي دفها مي بكي جو بيروي مسألة زوجي بكي دبي دربك البهبلاوي تخنج بو خاطر جو خوا دوري ويبكي فابو سفيان دي خويا كرند بمحمد يعني اريدج من ما لاسلامك ناو اسلامي جو درب لبهبلاوينا بكذا بلي. وبالزواج يتم التعاون بين الزوجين، فالزوجة تعين زوجها في شؤونه، في مأكله وملبسه ومسكنه وتربية أولاده ورعاية بيته، والزوج يعاونها في تأمين حاجاتها وتحصيل نفقتها والدفاع عنها وحمايتها والمحافظة على عرضها. والإسلام دين التعاون والتكافل، ولقد شرع الزواج لتحقيق هذه المصالح كلها. مخابن يعني أبناء داخوازية إسلامية يعني جو إيرو الجبات إذا بيدنا بي قالك جارا أم دبينن جو أو شرطي جو مروف زواج دكيت إذا ونداد بن جو أو دا يعني آلي كاري دنا بين جنومير دا تشبي جن آلي كاريا زلامي خوابكي زلام آلي كاريا بيركا خوابكي أو مالها بي آباكرن دبن سعادتي دا دبن احترامي دا دبن مودتي دا فإمساك بمعروف مخابن أو نا بيدا نابي أواجو إشارات دكي هذي دارنش خداي مزنجو أو ناد مالباطي محمكا دا بيدا بن فمقصد جي أوا أبقى أسباب جودانا ديار كرن يعني شش سبب يعني شش سدمين جو دين إسلامي حتى جواكا مسلمان كريا جوا خوستيا جو جبو خاطري فان أسباب جركون زواج بكن أظن دكم حتى في قدري وي بص بيقالي خورتا وندريتش أم بو ساعتك وده دقة أم درسا خدايا إيرو أزي چند دقة إذني بدما وقو سؤالي وهب كرمكن. سيدا مقصد بالسفاح شيء؟ السفاح هو الزنا. ليال بيرامي قو هردو يكن. ما سيدا ما له. لا أتذكر فرقا بينهما ناي بيرامي قو فرق دنا بين ويدهيا. يعني مقصد بيت تقو زواج من سفاح يعني زواجك ندبن سيبرا علاقتك شرعيدة وزناجي أوجي علاقتها نبن يعني علاقتها قو ندبن بنجهك شرعيدة بلي يقول بيرام أو الله أعلم. ما سيدا ما له. أم ليفجر ونجي ليفجر وأمجي ليفجر إن شاء الله جبو خاطري أم تأكيد بك المعلومة بس يا البيرام أو قو فرقنا بين وادنينا بله سؤالي ونينا مخاطر جفدو بخوازن خوي تعالى